تجري بينا السنين لحياة نتي انا الشقلب لي كياني خلاني بقيت انا مش وحداني. دلوقتي قدرت بجد شات والسيلفي رفع لي الكومنتات. انا مهما حكيت ازاي مبسوط، لابتوب وتابلت شاب كيوت. موبايلي خلاص قرب مسافات، GPS خرجني من المتاهات. انا كل حياتي بقيت ريتويت، بعمل علاقات واي فاي في البيت. عالبوست نشير كام ريكلام من فيلم الغن ولا احلى كلام. بدل التليفون بقى فيه اتنين، كفايه عليا اشيل خطين من واتس الفايبر حتى سكاي. بتكلم فيديو جواب باي 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 باي. وبقينا في عالم مش عالم فيه لينا مكان، عايشين الدنيا وربنا عالم عايشينها ازاي. يا عالحياة واخدانا في اتجاه، تجري بينا السنين لحياة الفضائية. نفسي مرة واحدة بس حد في البيت ده يفتح الباب، ولا كأني مخلفة. كانت حنينة اللي عايزة خلف. الغرفة يا فندم. شكرا. مين ده يا ماما؟ جنة الغراف يا ولاد. ايه ده جنة الغراف؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الف سلامة. ابقي روحي اكشفي بقى يا ماما. اسكت بس يا ميزو، ماما بتتكلم بجد. هو ده بيتعالج ازاي؟ جيب فايف. يا خفة انت وهي، استنوا اما نشوف مين اللي بعته. سأصل قريبا، اقعد معاكوا يومين. عربي عبد التواب. ومين كتاب العربي ده يا ماما؟ ومين اللي هيقعد معانا يومين ده يا ماما؟ نبي ما انا عارفة. مين يا عيشة؟ مين يا عش؟ مفيش غيره. مين؟ انا ليا قريب اسمه عربي، يبقى ابن بنت خالت امي. لازم على طول ابن بنت خالت امي. ابن يعني انا كده لما اناديله ده قريبي ده اقول له يا ايه؟ قول له يا ابن قول له. انت ما تقولوش، انت تشاور له. قول له يا عمي. ليه يا بت؟ هو متجوز امك؟ افتح بقى. اروح افتح وانت موجوده؟ ما يصحش العين ما تروحش للسالب برضه. روحي يا ماما. يا حبيبي يلا يا ماما افتحي الباب يا يلا. الله العظيم من كل ذنب. العوافي عليك. انت مين يا راجل انت؟ انت عايشة؟ فلا الله ولا فالك، حد قالك اني مت؟ عايشة بنت خالتي. اسمي عيشه، واسمي مدام عيشه. مين ده يا ماما؟ انا عارفه، ده عابر سبيل بتاع فيلم امين الانتقام. وانت عبد العزيز. ايه؟ وانت رزق. شايلكم النيل. لا انا ميزو ودي روز. وانت مين؟ وايه الشنطه؟ كل دي شنطه تجاه عربيات ولا ايه يا عم انت؟ عجبتك؟ لا دي خيمه. هو انتوا ما جالكمش التلغراف؟ لو انت اللي بعت عربي. زي اختي. ازيك يا واد يا عربي، عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه عشان؟ اتغيرت خالص، انت تخنت وده راح فين ده؟ كنت بحلق عند الحلاق. ازاي امك يا واد؟ حلوه والله، بتسلم عليك. ده انا مقصره في حقها، بس انت فيك الخير والله العظيم انك بتسال على قرايبك. ايه انا طيب. ربنا يخليك يا رب. بس انا في حاجه مش فاهماها. ده انا لسه التلغراف واصل لي حالا، انت بعته من اول الشارع. مش عارف. بص يا ماما، التفسير الوحيد للموضوع ده ان عمو العربي ده جاي مع عمو بتاع التلغراف في نفس القطر. يشيلك النيل. جادك الفقر. عبد العزيز. مش قوي كده يعني يا روز؟ مش قوي ايه بس يا بنتي؟ بقول لك فلاح. عارفه يعني ايه فلاح؟ انا ما اعرفش ده اصلا قريبنا ازاي. طب بقول لك ايه، هو مش عيب يعني ان احنا نبقى هنا وهو قاعد يفطر لوحده تحت؟ لوحده تحت؟ بقول لك البعيد جبله ما بيحسش، لوح تلج.
يا بنتي ده دخل على امي وهي نايمه اوضه النوم عشان خاطر يسال على ابره وفتله. ابره وفتله؟ صح يا روز. هو بيبات في اوضه مين؟ بيبات ايه بس؟ في الصاله اكيد. ده ميزو من كتر خوفه انه يبات جنبه في السرير نزل جاب قفل وقفل باب اوضته من جوه. قفل. وكل ده وهو مش حاسس ان مفيش اي حد طايقه؟ طايقه ايه بس يا بنتي؟ فاكرنا ان احنا بنهزر معاه. بنت يا رزقة، الحقيني قبل ما اعمل في نفسي حاجة. من النهارده مفيش حد عزيز. روز انت مش هتطلع لهم ولا ايه؟ اتركي الصراع اخوكي والبقاء للاقوى. اصل انت ما سمعتوش، لا ما سمعتوش الصراحة. اصل انت ما شفتوش. بص انا لمحت وانا داخل بس ما لحقتش اقرا فص كوريا. لا تشوف اللي انا بشوفه يا تيف. ده بيقول لي عبد العزيز. مين حبل عزيز؟ انا كان الله في العون والله يا ميزو، كان الله في العون. انت باين عليك في مصيبة كبيرة. طب ما فيش امل ان امك تطبخ له طبخة من اياهم فياكلها ويطفش؟ امي راضيه عليه. احنا اللي في استماتة عشان نطفشه. ده عامل زي الفيلم الاجنبي اللي محدش فاهمه ولا عارفه بس مش عايز يخلص. طب ما تغير المحطة. امال انا جايبك ليه؟ ده حتى العين ما تنزلش عن الشنب برضه. ما جايبني ليه؟ ده على اساس ان انا فيلم كرتوني يعني يا ميزو؟ بقول لك ايه يا تيف، ايه؟ احنا لو ما عرفناش نطفشه حط ايدينا في ايدين بعض وتطفشه انت. على اساس انه خزنة يعني؟ ماشي. هو الاخ اسمه ايه؟ عربي. طب كويس انه مترجم عشان اعرف اتفاهم معاه. بس بقول لك ايه، ايه؟ انا بره الحوار. قريبي برضه عمال يكلمني في صلة الرحم وكده. ده طلع مدرس عربي. ماشي. استعنا على الشعب بالله. قلت لي اسمه ايه؟ كرة البعبع. اكيد مش ده. عربي. ماشي. عربي. عربي. ايه الشفطة دي؟ كويس انك ما جيتش وهو بيفتح. كان زمانك سمعت وصلة عزف منفرد في بحيرة البجع. طب يعني هو جاي ليه؟ يعني جاي يخلص ورق من المجمع، يشبك، يقرا فاتحة، ينتحر وتخلص منه. سمعتك يا توف، سمعتك يا اخوي. انا تيفا على فكرة، مش البتاع اللي انت قلتها دي. مش مهم. انا يا اخويا جاي هنا عشان عايشه بنت خالتي بقالي زمان ياما ما شفتهاش. اخويا تشرف بيتك ومطرحك، والله مالي عليا البيت. ربنا يخليك. الا اقول لي يا عرب، ها انت من الارياف؟ ارياه؟ قلس بقى يا عم تيفا واعمل لي فيها شفيق يا راجل. انت من الارياف؟ انا جيت هنا يا اخويا ولا ارياف ولا ما اريافش بقى. انا جيت هنا علشان ابويا قال لي لازم تروح لعاشة بنت خالتك. اداني درس من دروس ابتدائي. هو انتوا بقيتوا بتاخدوا دروس زي ما احنا كنا بناخد زمان؟ عارف الدروس دي اللي هي ايه؟ يا عم مش عايزين فوازيرك دي، قول لنا انت. اقول لك يا عبد العزيز، اقول لك يا اخوي، صلة الرحم. والله صدقت، معاك حق. طب عارفه النت اللي هم زعلانين عليه ده؟ والله اسوأ حاجه. عارفه بيعمل ايه؟ هو بصراحه بيوفر في المصاريف، دي حقيقه يعني، لكن بيخليك تقاطع اهلك في الاخر. ودي اهم حاجه لفوائد الانترنت. على قد ما انا كنت مفتقده على قد انا نفسي يرجع بعد ما شفتك. طعمه وحياة ربنا يا رزقه. اخرس يالا. طلع لك صدى اهو يا عبد العزيز. طالما انت مهتم قوي بصلة الرحم، مش زيارة والدتك دي صلة رحم برضو؟ ما هي جايه ورايا راكبه القطر وجاي. يا اختي تشرف، ده هي بقالها كتير جدا ما زارتنيش. ربنا يخليك. يا ريت نتلم تاني. الله والنبي انا مبسوطه جدا. ربنا يخليك يا عيش. طب الحاج والدك؟ والدي؟ لا، والدي ده بقى قال لي ايه؟ قال لي انت تروح ترحرح كده عند عاشة بنت خالتك قد 10 15 سنه وتشوف لك شغلانه في مصر. ده حتى ابوه مش طايقه. هي الشاي سكر قليل ليه؟ وانت بتحب الشاي فيه كام سكر؟ انا حاطه 6. 6 يا رزقه، 6 يا بخيله. انا بشرب 16 17. ايه ولما بكون الكوبايه طويله كده بشرب 36. لا ده انت تجيب سكرك معاك بقى. يا جماعة ما بقتش قادر استحمل. حد يشوف لي حل في القفص اللي عندنا ده. يا ابني هتفضل واقف كده خيلتنا. طب ما تطردوها ميزو. انتوا عشان ما شفتوش بتقولوا كده.
انت لو كنت شفته يا مروان مش هتنطق الكلمه دي. ده انا اللي بيقولوا عليا رغاي ما خلانيش انطق كلمه واحده، كلمه واحده. يا عم ليه يعني؟ ده احنا هنقدر على التخين. يا عم ده مش تخين، ده التدخين نفسه. يا جماعه شوفوا لي حل. والله يا ميزو بص، هو مفيش حاجه في دماغي دلوقتي، بس كل الموضوع وليه صرفه يعني. انتوا تجيبوا جزلتين معجون على علبة بويا على كام فرشة، وتعملوا ان انتوا هتبيضوا الشويتين دول، وهو يعني اكيد هيحس على دمه ويمشي. يا ريت يا ريت، بس روز جربت الموضوع ده، جابت واحده تنظف لنا البيت وقالت له معلش عشان خاطري اطلع بره بس هننضف، قام قالع ونازل منضف معاها. ايه؟ بقول لك ايه يا ميزو، ما فكرتوش تهدوا البيت؟ بص انا مش ناقصك يا عم تيف. طب ما تبلغوا عنه يا ميزو. نقول لهم قريبنا ومش طايقينه، صح؟ هو مروان يقصد ان انتوا تقولوا ان في حاجة راحت من البيت. خلي عندك اصل يا خلي عندك اصل، هيبلغ عن قريبه. ده عاجبك يعني مصنع الامير اللي لازق لهم في قلب البيت ده؟ بقول لك ايه يا ميزو، انت قلت لي قريبك ده منين؟ من الفيوم يا سيدي. خلاص انا عرفت انا هعمل ايه. اتكلوا انتوا على الله، وانت نازل يا ميزو وحاسب لي على المشاريب اللي انا شربتها النهارده كلها، وانا هتصرف. امال فين عشا بنت خالتي؟ ولا رزقه بنت خالتي؟ فين؟ ايه رزقة دي؟ يمكن جابوا شغالة جديدة. يا جماعه قصده على روز. روز؟ والله القعده ما تحلى غير بيو. هو انتوا فاهمين حاجه؟ بعيد عنك، اتخنقوا شويه فراحوا يريحوا. اهدى يا ميزو حبيبي، اهدى شوية، سيب لنا الطلعة دي. بيقول لك يا ميزو الواحد اللي عنده دم، اللي عنده دم احسن من اللي عنده عزبة. طب والله عندك حق يا عمرو، يا زميل عبد العزيز ابن بنت عائشه بنت خالد. عبد العزيز؟ عبد العزيز مين؟ ده البواب الجديد يا جماعه. وبيقول لك برضه في المثل يا بخت من زار وغار. ولا ايه يا عربي يا ابن خالة عيشي ام ميزو صاحبي؟ يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا عارفين حتى لو جبتها له خبط لزق في وشه كده مش هيمشي برضه. بس تعرف يا عبد العزيز، تعرف ان زملاتك ده الواد الاقرع ابو زنه ده اهو، والواد الغتت اللي قاعد ورايا ده اهو عندهم حق. ايه ورب اهو، انا كده وانا قاعد في الغيط ساعه الاياله كده بعد ما بخلص حش للجاموسه، واقعد كده اعمل كوبايه الشاي كده على الانجر، واقعد كده وتبقى القعده حلوه قوي حلوه قوي حلوه قوي يا عبد العزيز. ويوم واد عيل ريم كده يجي يقعد ويغتت ويعفن كده وهو قاعد، اقول له يا واد عايز ايه؟ يقول لي عايز اقعد معاك شويه يا عم عرب. يا طب غور انا عايز اقعد لوحدي. يقول لي لا انا عايز اقعد معاك شويه يا عم عرب. نهار ازر واهو يقعد ويغت. ده هي شايه للنيل. ده واضح ان الموضوع منتشر عندكم في البلد قوي. طب قول لي يا عربي، يعني انت اللي بيجي برطع في مطرحك ده بتعمل معاه ايه؟ انت بتعملها سيريه ولا ايه يا عم انت؟ استنى انا فهمت مروان يقصد ايه. قال قول لنا يا عربي يا سيدي غنتي بتعمل ايه في حاله زي دي صحيح؟ بعمل معاه السليم. ايوه اللي هي ايه السليم؟ ايه السليم؟ ايوه اللي هي بكوع واعمل نفسي نايم، يقوم هو يعرف ان انا عايز اقعد لحالي، يقوم يغور. يغور. زيكم كده بالظبط. ده شايلكم وكسه والله يا البني ادم ده مش هيمشي من هنا غير لما حد يقتله. يقتل مين يا عبد العزيز؟ خد رد على التليفون، رد يا اخوي يا رد يا عم استنى لغايه ما رد يا اخوي. الو. ايوه. لا. هي البتاعه دي بتتفتح منين؟ انا مش عارفها. ايوه. هياش دي؟ لا. هي موجود. خد كلم. رد يا عربي. يا عم انت خد كلم. انت خلصت الزيتون، خد كلم. انا؟ امال يعني انا اتكلم في التليفون ومن غير سلك.
انت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا عربي اهدى. بيقول لي بطني ولع وابويا ميت في الشارع. مين اللي كان بيكلمك ده؟ واد ريم كده شكله الواد اللي كان جاي لي في العياله وحياة ربنا يا عبد العزيز. لا بيقول لي بطنكم ولع وابويا قاعد في الشارع. ده بجد ده؟ لا لا يبقى حول انت ولا ايه؟ قوة إلا تاخد بالله. شنطتك إيه. وتروح جري على هناك، ما تجيش هنا تاني. هروح اقعد في الشارع على طول على طول. هروح اقعد في الشارع. روح ربنا معاك يا عربي. روح. استنى اما اخد زيتون. يا نهار اسود. زيتون يا عم، خد التلاجة كلها بس امشي. ابويا قاعد في الشارع. الحق معلش ابوك قلبنا معاك يا عربي. يا ابني، البس الجزمة. ابويا قاعد البس في الشارع. الجزمة. البس الجزمة. ماشي الجزمة. ماشي الجزمة. مفيش اجمل من انك تاذي بني ادم. ايه ده؟ لا ما تقولش انت اللي كلمته؟ طب ازاي؟ مش انا، خليت واحد صاحبي يكلمه من تحت. يا ابن اللذينه. يا ولاد، عربي راح فين؟ سفرنا. يعني ايه سفرتوه؟ يعني عملنا معاه الدنيئه. عملتوا ايه معاه؟ الوبا راح. ليه يا جماعه؟ ليه؟ في ايه؟ عمل لكم ايه؟ من الصبح نازلين تريقه عليه وعلى شكله وهيئته وطريقه كلامه. هم طريقه كلامهم كده في البلد. بذمتكم لو كنتوا انتوا اتولدتوا في البلد زيه، مش كنتوا هتلبسوا زيه وكنتوا هتتكلموا زيه برضه؟ كنتوا تحبوا حد يتريق عليكم؟ جرى ايه يعني؟ ما تصلي على النبي يا طنط، في ايه يا اخوانا؟ في ايه؟ لا بجد انتوا زودتوها قوي. حرام عليكم. الراجل ده الوحيد اللي بيسأل عليا. ده بدل ما تخلوه قدوة ليكوا وتسألوا على أهلكم. عارفين يعني إيه صلة رحم؟ يعني الوحيد اللي بيحس بيا وبيسأل عليا. لا أنا مش مبسوطة خالص ومش هقبل اللي حصل ده. عيشة معاها حق يا جماعة. طب وبعدين يا طنط هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش، إحنا هنسافر له ونعتذر له ونروح نقعد عنده كمان كام يوم. كلنا. خلاص هطلع احضر الشنطة. ايوه يا عبد العزيز. وما تنساش تنادم على البت رزقي. يقطعكم.